سفاك. نعم. إذا هو مزين الله معه. خلينا زوجة طلقها طلع مزين. هذا القصة حق ملاطف موجودة صح؟ والله لا يوقع موقع. صدق. والله. مجتمع ظالم. ظالم للفئة هذه. اكتشفت ان هذا الشخص مثلا بيشتغل طباع. تقبل تتزوجه او لا بكل صراحة؟ لا. للمياه قلبي. عادة التقاليد. يعني ما يمكن. ما يمكن. للمه طيب الادمي مو يعني قال الادمي ناجح. اصلا عادة التقاليد احنا قبائل. نشتي الناس يكونوا نفسنا. طيب وهذا ما هو اللي فيه مثلا؟ يعني اقول لك هذا يعني مزين. هكذا على ما يقول عندنا عادة التقاليد يعني ما نقبل المجاولة عندنا. نهائيا. نهائيا. لو جاء لكم شخص البيت طالب احد اهلكم بنتكم اختكم وانتم المسؤولين يعني وهذا الشخص بيشتغل طباع مثلا ما قاعد اشتغل طباخ مش هو عيب. طبال سفاك. طباخ. نعم. أيوة. كل شيء بيجري المزين بيناسب المزينة ولا الأصل بيناسب الأصل. طيب لو الشيء هو يتزوج الاصل الشيء يتزوج ما يصبرش لأنه إحنا شرع قبائل وهذا لهم مزاينه. ما هو الفرق؟ ما لأن عندنا في اليمن كلها شو ساعة مصر وساعة ما في الدول الثانية شيء كل شيء عادي. تزوج احد من اهلك او لا؟ ليش؟ عادات وتقاليد يعني ورثناها من أجدادنا. إذا هو محترم زوجه على ضوء. إذا هو بالناس بيخضع شريف عفيف لا بيسرق لا بينصب لا بيدخل في عرض الناس لا على ضوء على عيني وراسي ولا ناسب ابن شيخ وهو في قريتها كامل ولا للمه. يكون يعني مثلا هو قبيلي وانتم قبائل. عادي هذا. طيب لو هذا ما ينفعش او كذا؟ ما ينفع. للمه ما الشيء نفهمه. عاداتنا وتقاليدنا هكذا. يعني ما تسمحش نهائيا. نعم. طيب يا حبيب لو مثلا رحت تقدم لفتاة انت رغبت في ان تتزوج بها مثلا واكتشفت في المرحله الاخيره يعني قبل التقدم ان هذا الفتى مثلا كما يقول عندنا مثلا مش اصل او مزاينه او تتقدم للزواج بها وتستمر او تفركش بكل صراحه. اولا قبل كل شيء كلنا عيال ساعه والاصل مش ضروري الاصل هذا الان في حال الوقت اللي احنا فيه مش ضروري هذا شيخ هذا قاضي هذا قبيلي هذا مزين. اسمع الاصل كيف هي بنت الناس كيف شرفها كيف اخلاقها كيف احترامها مش كل شيء شرف خلاص اهم شيء شرف لا شريفه خلاص ما في. يعني ما بش مثلا عاده تقاليد تقول لك هذا عادات عند الناس المتخلفين. رغبت تتزوج فتاه معينه مثلا دخلت راسك يا غالي شي تزوجها بنت مؤدبه محترمه كل شيء ولكن اكتشفت في اخر فتره انه مثلا كما يقول عندنا في المناطق الشماليه خصوصا في المناطق الشماليه يعني مزاينه مثلا تواصل او العادات والتقاليد ما عاد ينفعش ما رايك؟ بكل صدق. ايوه مع الصراحه لا نشيل نوصل الصراحه يعني. بس صراحه انا امشي على العادات والتقاليد فوق كل شيء. فوق كل شيء الصدق. للمه يا قلبي. لانه بنمشي بعد الاولين ما عندهم حجه صح الذي قال هكذا. بنمشي بعد العادات والتقاليد هذا انا عن نفسي وبالشباب عادي اذا كانوا حتى من زينا عادي هذا بيمشي على هذا الموضوع. حتى الحب هذا ما نفعل. العادات والتقاليد عندنا احنا بالذات الشمالين فوق كل شيء الصدق. شوف حاليا هذه الأمور هي بتحصرنا وبتفركش كم من علاقة وكم من صحبة وكم من حب وكم صح ولا لا؟ لا صح. فواحد ساعة بيلتزم أنت عاد صرت تتزوج والله فلانة مزينة فإحنا عاد برا منك. ما في شيء طبيعي. يعني ما بش أي حاجة. يعني ما بش أي شيء. ما بش فرق مثلا يقول لك مثلا عندنا هذا مزين. لا هذا ما بي عندنا هذا هو هذا شوف هذا عند الإنسان الناقص. الكلام هذا عند الإنسان الناقص ولي ما بش عنده أخلاق ودين. هذا عندنا نسميه ناقص أخلاق ودين. وفي نفس الوقت مش متعلم ومتخلف ولو كان متعلم أقول له متخلف. تتزوجها تقبل على الزواج أو فركش بصراحة؟ ماشي. لماذا؟ أخي كل واحد عادة وتقاليد عندنا. عادات وتقاليد. يعني تعتقد إنه مثلا العادة والتقاليد عاد فوق على الحب؟ ما بيش حب ولا وجع قلب. أخي المزين بأفعاله وكلامه ومواقفه بين الناس مش أصلك. خلاص أصلك مزين جدك اللي قد مات صحيح ما تعرف ايش انت مزين خلاص صبت لكم كلمه مزين لكن افعالك واقوالك وكل شيء وتعاملك بين الناس هو اللي يبينك يا مزين يا رجال يا سبيع
محترم. اكيد مش هتزوج ما دام هو حب، مش هتزوجوها غصبا عنهم. صدق والله. كلمة مزياني وقبيلي هذا عند الأوادم الجهلة والله، ولا احنا سواسية. صحيح. لا قبيلي ولا مزين ولا حاجة، احنا سواسية يا أسنان المشط. وهذا الشخص مثلا بيشتغل طبال مثلا حلاق مثلا، تقبلوا تزوجوه أو لا بكل صراحة؟ والله شوف، عادة وتقاليدنا أنا أخذناها من ناحية أو من نظرة ثانية، إنه إيش يسمى، إحنا عندنا يسمى عندنا مزين. نعم. فلو يعني مثلا من ناحيتين أنا ما أعتقد إن أنا أقبل. احنا مجتمع قبلي، هذا قبيلي وهذا كذا وهذا مزين وهذا انا ما شيء، هذا واقع. وإن مثلا انت قبلت مزين وهذا انت يعني بتلقى في وجهك من المجتمع نفسه، من جارك، من يعني المجتمع يحاربك يعني. اكيد من جارك، من اهلك، من اسرتك. كيف قبلت، كيف سويت، لانه احنا مجتمع متحفظ. انا اقول لك بصراحه. الله يسلمك. وين يا ابي ما رايكم؟ المجتمع ظالم للفئة هذه. ولو اني شو اقول لك حاجه، بينما هو المفروض انه عادي. انا ما في ما رايك انت؟ انا من ناحيتي اشوفها اني عادي. ايش القصه؟ ايش الفرق؟ ما هنا ايش ناقص عليه؟ ايش ناقص عليه؟ هو ادمي. مثلا احببت فتاه يا غالي، الحب ثم اكتشفت في اخر لحظه قبل ان تتقدم بها ان هذا الناس كما يقال وخصوصا في المناطق الشماليه مزاينه. هل تواصل ام تتراجع بكل صراحه؟ والله كيف أقول لك، يعني إذا كانت الأسرة هي مزينة في حب الموضوع. أيوة أحببت الفتاة. والله إذا كان في حب أكيد ما بتراجعش خالص. حتى وأن يعني أهلك رفضوا؟ حتى وأن أهلي رفضوا. لا درجة وأنا قد حبيتها وكل شيء بيننا باخذها يعني. والله باخذها. ليش أنت شخصيا ولا تحس المجتمع وأنت بتعيش في مجتمع، يعني ما حد يقول لك تزوج بنت مزين، ضروري يعني انك توقع مزين مثلها، العائله كلها تتبرى منك. كلنا عيال 9، ما بفرق بين قبيلي ولا مزين الا بالتقوى. يعني اتزوج طبيعي محترم، بنت ناس مصليه، هذه الطريق اتزوج على طول. اكيد. انا اشكرك يا حبيبي. والله كله على يعني تصرف المرأة اللي تزوجتها، اني بنت ناس وبنت اصول اقبل بها ولو مزينه ولو يعني مثلا اصل ايوه. اهم شيء الاخلاق، اهم شيء التعامل. مثلا في تقاليد، العاده والتقاليد والكذا، ما رايك؟ ما بشها ما تخرج الراس. لو جاء لكم شخص مثلا طالب رغب احد بناتكم، تمام، وهذا الشخص كما يقول عندنا في المناطق الشمالي خصوصا يقول لك انه بيشتغل مثلا طباخ حلاق، هل زوجه او لا؟ الله سبحانه وتعالى نادى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترضوا خلقا ودينا فزوجه حتى ولو بخاتم من حديد. الأدنى ما فرش قال هذا سفير وهذا وزير وهذا خفير وهذا طبخ وهذا مزين، كلنا عند الله كأسنان المشط. والله مزينة بنت ناس محترمة خلاص، يضر اني مزينة ما مزينة. يعني بتحس هذا الايام المزين افضل من شيء. ايوه يعني انت بتحس اقسم بالله. يعني هل انت مؤمن بحاجه مثلا مزين وقبيلي بكل صدق؟ انه والله كلهم ادمي واحد، مزين زيني حبشي صومالي يمني ابيض، هذا كل واحد، لا صدق انه يقول لك مزين. ما فيش فرق مثلا بين مزين قبيلي او ما فيش فرق، كلنا سوا عادي ما فيش مشكله. يعني ايش المشكله؟ طبال مثلا بيشتغل طبال، مش قصد الله، مش سارق، مش متهبش، مش قطاع طريق، خلاص توكل على الله. اكيد ان شاء الله. يعني ما بيش مثلا فكره انه يقول لك هذا مزين هذا قبيلي. لا هذا ما بيش هذا بكل صراحه. انا والله ما بيش هذا الخبر، امشي قصد الله، فاتح بيت، توكل على الله. ليش تراجع؟ اصلا الله خلقناها كناس واحدين، ما بيش فرق نهائيا. فلا يمكن ان نتراجع بسبب عادات سالبه وحاجات كانوا يجهلوها الناس، بينما هي ماش موجوده اصلا في العالم. فهمت كيف؟ هذه من العادات الخاطئه والذي يجب ان نصححها ويسمعوها الناس ويدروا بها. عادات وتقاليد تمشي على ما هو من جد الجد، ما حتوصل انت لما وصلناش اغير هذه العادات، ما تقدرش. يعني شوف انا لحظه، كل واحد له وجهته. انا شوف ايوه احترم رايك فعلا واحترم رايه، انا كمذيع محايد فعلا. اكيد، لانه ما حتوصلش. انا اوصل اغير عادات تقاليد ابي، ما تقدرش. انت ما تقدرش، هذا ما يقدرش. والله لو يوقع موقع صدق والله. زي حتى اهلك مثلا
ولو حتى اهلي ما وافقوش ما افعلهم. والله هذا راحتي ولا راحتهم، سواء مزين جزر ولا شيء. احنا كلنا اخوة عيال تسعة، كلنا بشر. هو ادمي زعما هي اللهم اني مهنه، هي مهنه عمل زعما هذاك مدير، هذاك جزار، هذاك مبرع، هذاك مزمر، هذاك هي نفسها، هذاك هي مهنه. اللهم انه خبر الاولين والاحمد والقاضي ومدري من هذا، اللهم انه غير خبر هذا ساده هذا. ولا كلنا بشر نفس البشر، ما بفرق شيء ولا شيء. في ناس والله انهم يطلقوا النسوان من داخل الصالات. انا اعتبر زي ما انا فنان وانا قبيلي، بس ايش اننا بنزف حريوه، وانه كمل وجابوا الحريوه قال ايش بتزف؟ مغرب. قلت له بنزف الحريوه، ايش بنزف؟ قال ابني قد خلينا زوجي طلقها طلع مزين. والله قال والله تستغرب يعني على حاجات، يعني خسرت هذا الخساره كلها، وصلت لها وقت خلاص تحس انه اكبر غلط، لانه لا هو في الشرع ولا هو في الدين ولا هو زي ما احنا. الناس في جميع العالم ما بيتحركوش بهذه الاشياء. حرام والله ما يجوز، لكن هذا شيء. انا اشكرك.